ومعانا حالة إنسانية للمواطن سامي من قرية السلام التابعة للمحمودية، ونشوف قد ايه المعاناة اللي شافها ومع شركة النقل والتفريغ، وهنشوف التقرير ونرجع تاني. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم، انا اسمي سامي فتحي محمد. حضرتك شغال ايه؟ سواق نقل تقيل. فين المكان؟ في شركة كايرو 3A للنقل والصوامع والغلال لصاحبها رفعت الجميل وايمن الجميل. اكيد الراتب عندكم كبير جدا دلوقتي. كبير جدا لدرجة ان انا باخد 630 جنيه. معقول؟ انت لسه جديد متعامل اسبوعين مثلا؟ متعين 17/3/2001. يا ده انت قديم جدا بقى. بقالي 17 سنة. طب حضرتك احكي لي بواحدة واحدة كده، سبب مرض ايه والشغل نظامه ازاي وانت بتشتكي من ايه؟ حضرتك انا اتعينت في الشركة دي وانا بكامل صحتي، وكنا بنشتغل معنا سواق نقل بيشتغل في شركة زي دي ومشغل مفتوح، بنشتغل ليل ونهار. تمام. يعني انا بشتغل الشهر في الشركة دي 60 يوم. 60 يوم؟ ليلي زي نهاري. مش في مواعيد انا بشتغل فيها وايام جمعة راحة زي الناس؟ ما فيش يا باشا، الكلام ده ماهوش في النقل وفي الشركة دي عامة. احنا معايا سواقين جدا وتسأل اي سواق في الشركة دي هيقول لك ايه اللي تعب حضرتك وزمايلك؟ انت بتشتكي من ايه؟ حضرتك انا اشتغلت في الشركة دي اكتر من 7 8 سنين او 10 سنين، فاصبت بفشل كلوي وانا قاعد على طارة الجرار بتاعي، راكب جرار 12475 جرار فرش معبأ. انت حضرتك عندك كام سنة؟ انا مواليد 20/7/63. كام حوالي؟ يعني حوالي 53 سنة اهو. 53. اصبت وانت عندك كام سنة؟ اصبت وانا لسه في كام 40 سنة في هذه شبابك. تمام. طب ما عندك طبعا العمل بيتكفل بالكلام ده وبيقف جنب منك؟ ده عمل تكفل بيا لدرجة ان انا لما قعدت اغسل 3 سنين توجهت الكابتن رفعت الجميل وقلت له انا حصل لي 1 2 3 بالاثباتات وبالتحاليل وبالورق. فقال لي طيب، وامر لي بصرف الراتب ومتوسط الحافز. جميل. كنت بقبض 2023 جنيه. قعدوا ممشيهم لي يجي سنة، ولما مدة الغسيل طالت قطعوها سنة وقطعوها بواسطة المهندس علي سعد. وطبعا المهندس علي سعد في دمياط كان في الحاويات قبل كده ومعروف، كان نار على العلم. والاستاذ ماهر الماس المساعد بتاعه، ويجوا قطعوا كل الارزاق بتاعت الناس. مش حضرتك في تأمين صحي بيعالجك من مدة ما انت موجود في الشغل؟ التأمين الصحي حضرتك كنت كل اللي بعمله ان انا بغسل على التأمين الصحي، وكنت بدفع فرق الجلسة، كل جلسة كنت بدفع 40 جنيه من جيبك شخصي؟ من جيبي الشخصي. في الاسبوع كنت بدفع 120 جنيه فرق غسيل من التأمين للغسيل، عشان كل ده يجيبوا لي فلتر كبير وينقى اكتر تمام في المستشفى. تمام. وبعمل تحاليل، جزء على التأمين والباقي على حسابي. طب اللي انت طالبه من الشركة 1 2 3 ايه حقوقك؟ انا مانيش طالب من الشركة. انا لما غسلت وحددت العملية، طبعا انا قعدت في غنيم 1.5 سنة في مستشفى غنيم، وقابلت الدكتور غنيم رأسيا عن خلال واسطة. تمام. وقعدنا معاه على اساس نزرع في المستشفى. بعد ما فيش من العيلة ولا القرايب حد مناسب انه يزرع عليه، فقلنا له نشوف متبرع غريب وندفع اي مبلغ. المستشفى رفض. اتجهنا لمصر وقعدنا نجري، وحللت ال4 متبرعين قبل اللي انا خدت منه الخامس. يعني حضرتك خدت فص فعلا؟ انا زارع كلى. فحضرتك زرعت، انا زارع بتاريخ 2/1/2013 وتقرير المستشفى موجود. فبعد ما زرعت وقعدت فترة نقاهة سنة، وكل شهر على المدار ده كله سواء غسيل او زراعة، كل شهر باخد جواب من الشركة ما زال المذكور على رأس العمل للتأمين الصحي. والراتب بتاعك ماشي؟ جواب منهم كده لو سمحت. الراتب بتاعك ماشي؟ لا، انقطع؟ من خلال ما قطعوها من اول سنة ما وصلنيش منهم مليم. بقالك قد ايه؟ قعدت 4 سنين. ما بتطلبش بأثر رجعي؟ ما طلبتش. كل شهر باخده من الشركة موجه للتأمين الصحي، وما زال المذكور على رأس العمل ولغاية يومنا هذا. يعني أنا آخر جواب جايبه من 3 4 أيام. تمام. فلما الكابتن خلاص أنا زرعت وتوجهت له بمصاريف المستشفى،
مش ان هو يدفعها لي، قلت جايز يديني جزء منها، انا طالع منها مديون وعليا فلوس للناس. تمام. فكان كلامه ليا يا سامي الشركة لها حدود، ما تقوليش ساعد ب10 ولا ب20. فلقيت المقابلة كده وحيطة مسدودة، فسحبت نفسي ومشيت. حاليا انا باخد على التعيين اللي هم عملوه لي على الورق 630 جنيه. لما عينوك تعيين جديد، رجعوني تعيين جديد. يعني الفترة القديمة بتاعتك راحت عليك. حضرتك انا لما رجعت من العملية ومضطر عشان علاجي غالي بتاع الزرع، فقالوا لي ترجع تعيين جديد. قلت لهم لا، انا راجل بقالي حوالي 16 سنة هترجعوني. قال هو ده يا اما. ووقفوا التأمين الصحي، وبدأت ادفع للشركة على مدار 4 شهور لمكتب عند استاذة نيفين والاستاذ وليد. بقيت ادفع في الشهر 96 جنيه للشركة. طيب علاج بيكلفك قد ايه في الشهر دلوقتي؟ انا علاجي بجيب من التأمين الصحي 6 انواع، طبعا علاج غالي، مايفورتك وبالجراف والحاجات دي. ده العلاج اللي انت بتجيبه على النفقة الخاصة غير التأمين الصحي ايه؟ بحوالي كام في الشهر؟ بجيب غير التأمين الصحي بحوالي 1500 1600 جنيه شهريا. وبعمل تحاليل في معمل البرج، لان دكتوري طالب تحاليلي دايما في البرج. بعمل تحليل واحد على التأمين الصحي وهو مستوى البولوجراف، وباقي ال5 6 7 تحاليل على حسابي. حوالي كام في الشهر؟ حوالي 500 600 جنيه. يعني علاج حوالي 2000 جنيه كل شهر. غير ان انا راجل صاحب اسرة مكونة من 8 افراد، ومفيش اي دخل. مفيش اي دخل، ولازم اشرب ميه معدنية، ولازم حسب ظروف العملية. المهم حضرتك قاعد معايا، قلت له، قال لي طلباتك ايه يا سامي؟ قلت له انا طالب من الاستاذ ايمن عمل خفيف. قال ما عندناش عمل خفيف. قلت له يعني اللي تعبان يموت؟ انا راجل بقالي 17 سنة في الشركة واصبت بظروف زي دي، مفيش عمل خفيف. قال لي واجب الشركة تعمله لي، تقول لي اقعد استريح في بيتك وهنديك مرتبك وعلاجك ماشي. انا مانيش كتير على شركة كبيرة زي دي. تمام. فحضرتك قال لا، هو هيحاول معاه ان هو يحسب لك الفترة القديمة ونسوي لك ويبقى كده ايه تاخد وصلنا لايه؟ وصلنا ان هو حضرتك على الورق الاجباري اللي مدونا عليه تعيين جديد من مدة 3 سنين، عايز يسوي لي على كده على اخر 3 سنين اشتغلتهم، وتبقى المدة القديمة راحت. وواخدين من كل سواق امانات في الشركة 1500 من اي سواق داخل شركة كايروس ريئية. طب ليه كده؟ حاجزين منه 1500 عينينهم عندهم، ومضيني على وصلين امانة على بياض. انت لوحدك؟ لا، جميع السواقين في الشركة. في سواقين ماضي على 3 وعلى 4 و2. انت متأكد بكده؟ متأكد. والاستاذ باني مدير مكتب عمل دمياط متأكد من كده، وكان الكلام قدامه. يعني الكلام تحمل مسؤوليته؟ انا متحمل مسؤوليته قدام. هل هو لك عرف ان انا مثلا لما اكون سواق العربية نقل بمضي على وصل امانة، ده عرف متبع ولا ده؟ العرف ده الشركة عملته، مش قانوني. تمام. سواقين غلابة وفاتحين بيوت وعندهم عيال. طيب شكرا حاج سامي. عايز تقول حاجة تانية؟ انا عايز اقدم نداء للرئيس السيسي، ممكن؟ اتفضل. بقول له يا سيادة الرئيس، احنا في عهد جديد وفي سياسة جديدة، وانت وعدت الفقير والغلبان انك تقف جنبه. برجوك انك تتوجه لرجال الاعمال اللي بينهشوا في لحم وعظم الفقير وتجيب لنا حقنا منهم. واحنا بنضم صوتنا وصوتك برضو عن طريق برنامج خط حمراء. احنا معاك في اي مكان ان شاء الله. هذا البرنامج برعاية وشوفنا قد ايه المعاناه اللي شافها المواطن سامي، ونتمنى ان شاء رب العالمين مجلس الاداره في الشركه يقف جنب منه.